طيب ده بقى يعني بشرحه ليه؟ عشان الخامة اللي عندنا اللي احنا شغالين بقى بيها من 7 ولا 10,000 سنة من مصر القديمة، ويعني يعني احنا الحجر ده حاجة انا جايبه في الأسرة الثانية تقريبا في منطقة سقارة. الحجر ده يعني مثلا بقاله يجي 5000 سنة ما جرولوش حاجة ولا تفاعل مع الجو، برغم ان ده مكشوف وكده. هو ده الاقصر هنلاقي برضو نفس الحجر الخامه دي اللي هي موجوده عندنا واحنا مش ملتفتين ليها. دي حاجه ربنا اداها لنا يعني حبانا بيها. وعلى فكره الحضاره المصريه لو ما كانش فيه الحجر الخامه اللي تسمح بقيام حضاره ما كناش هنقدر نبقى يعني قايلين احنا المصريين اصحاب الحضارات القديمه، لان الحضارات اللي لم يتاح ليها خامات قويه تسمح بوجود عماره قويه هي ما استمرتش كتير. الحضارات القديمه اللي كان عندها الخامات دي هي اللي استمرت وقامت زي عندنا، لان احنا عندنا خامه الحجر الجيري القويه جدا المستقره اللي هي ما تتفاعلش خلاص مع الجو، هي دي اللي احنا قدرنا ان تقوم بها الحضاره المصريه. ويجي بقى مش الحضاره المصريه بس، يجي لنا البطالمه يتالقوا على ارض والرومان، وبعدين يخش الحضاره الاسلاميه بعد كده. هو ده طبعا دي وكاله بزرعه مول، والوكاله دي احنا عندنا وكالات كتير قوي اللي هي ارضي واول وبنت هاوس فوق. اللي فوق ده عباره عن فيلل يعني بيوت، فيلل بسلم داخلي اللي في يعني هو بزرعه موجوده طبعا اللي يحب يزورها وكده. هو طيب وده كله بالحجر يعني احنا بس بعد بقى ما حصل تطور وحصل تواتر للحضارات وبدا يبقى فيه تكنولوجيا اكتر في التقطيع والاستخدام بتاع، بدا يظهر لنا حاجات زي كده. هو هنيجي هنا هو مثلا دي مجموعه قارون يعني ضره من ضرر العماره المملوكيه القديمه. انا هنا بقى عايز اقف عند حته واقول احنا مع كل ده، مع كل الارث المعماري العظيم جدا، احنا بنتوقف عند مرحله الاندهاش. يعني احنا بنندهش قوي، ياه احنا عندنا ايه الجمال ده. واكتر من كده كمان احنا في وزمايلي يعني اساتذه متخصصين في العماره الاسلاميه بيحلل الحاجه زي كده، هو تحليل جميل جدا جدا جدا. طيب ويدرسها كمان يعني بيدرسها. طب احنا استفدنا ايه؟ يعني احنا وقفنا عند مرحله الاندهاش بالارث المعماري بتاعنا، وقفنا بقى ما طورناهوش بعد ما قعد بيتطور من 7000 ولا 8000 سنه، قعد بيتطور 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 لغايه ما بقى عندنا الجمال ده. وفجاه توقفنا مبسوطين جدا ان احنا عندنا عماره اسلاميه جميله، مبسوطين جدا ان احنا ياه ده احنا يعني السياح بيجوا عندنا. طب انا بدور على الاضافه بعد الاندهاشه، وصلنا لايه؟ انا في معلومه عايز اقولها يعني برضو تخلينا ان احنا يعني ممكن تستفزنا. في معماري اسمه ماريو روسي. ماريو روسي ده معماري ايطالي كان موجود في مصر ايام من ايام اعتقد الملك فؤاد، ومسك وزاره الاوقاف من سنه 24 لسنه 50. ده خواجه ايطالي. ماريو روسي ده عشق العماره الاسلاميه وبالذات الفتره المملوكيه درسها. طيب الخواجه ماريو روسي ده عمل ايه بقى؟ هو اللي عامل مسجد ابو العباس المرسي، هو اللي عامل مسجد القائد ابراهيم، اهم مسجدين في اسكندريه. طيب في مصر هو اللي عامل مسجد الرفاعي، هو اللي عامل مسجد عمر مكرم في ميدان التحرير اللي هو المسجد الرسمي بتاعنا هنا لسكان القاهره، هو اللي عامل مسجد صلاح الدين اللي هو في المنيل، وكلها عماره بديعه. يعني الخواجه الايطالي ماريو روسي يجي عندنا هنا ويعشق ويدرس ويطلع لنا عماره بديعه. يعني
عماره يعني مسجد المرسي او العباس والقائد ابراهيم نسب غير طبيعيه، وعمل تزاوج بين كذا ستايل، واستخدم الخرسانات كمان في انه كميزه اضافيه. يعني هو استخدم الخرسانات بالطريقه اللي تضيف للعمل بتاعه. هو ده اللي انا عايز اقوله. انا بدور على فين ماريو روسي بتاعنا بقى المصري. يعني احنا ليه ما تخطيناش مرحله الاندهاش والانبساط وبدانا نطلع احنا بالعماره بتاعتنا احنا اللي يعني خامه الحجر دي خامه ذهب عندنا، ذهب، ولكن احنا يعني اما بقى بقصد او يعني اي عامل احنا يعني مغيبين عنها، وبرغم انها موجوده لا فيها استيراد ولا فيها اي حاجه، دي خامه موجوده عندنا، مجرد ان احنا نشتغل على استخراجها. انا الحقيقه يعني حبيت اعدي مرحله الاندهاش من فتره طويله، وبدات قلت طب انا عايز اشتغل بالحجر. انا ما لقيتش حد اللي يديني اضافه في الموضوع ده، يمكن لولا بس ان انا عندي شويه بعض المعلومات من لان والدي برضه كان نفس المهنه، فانا يعني وانا صغير حضرت معاه حاجات زي كده، وبدات ادور على انا عايز اعمل شغل، انا عايز ابني بالحجر، انا عايز اعمل الكلام دوت. فاضطريت ان انا لما ما لقيتش معلومه، وانا بتكلم بقى ايه، معلومه مش من واحد صاحبي ولا زميلي، ده لا مركز القومي للبحوث ولا اي حته جهه هنقدر نوصل فيها لريفرنسز واضحه عشان اقدر يبقى عندي منهج شغل بالحجر. فانا ابتديت مع نفسي بمنهج علمي، يعني انا ابتديت ادور بمنهج